بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد على وردات القناة، صباحكم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. بتعملي ايه النهارده؟ والله انا كنت تعبانه شويه دور البرد وجت لي خالتي عايزه تعمل لي الاكل، عايزه تعمل لي الشوربه، تغسل لي مواعين وكده، بس ما خلتهاش، عملت يعني ايه، قال لي حاجات بسيطه. يعني جات قلت شويه مش معقوله هنقول لها اعملي لي والكلام ده. بس حطيت بقى، كنت بنعمل تتبيله فراخ، سلقتها، حطيت فلفل اخضر، حطيت طماطم، بهارات فراخ، حبه بابريكا، كل ده في الخلاط مع بعض، نص ليمونه، ملح، فلفل بقى، كمون اللي بيبقى عندي. بجد التتبيله دي روعه. كنت سالقه الفرخه، خدتها يعني يا دوبك حطيتها على الوش كده وحطها في الشوايه. بجد روعه وطعمها حلو خالص وريحتها بتبقى حلوه. عشان ما الاخر بتطيب نيجي حاطه معاها ايه، فحمه كده، حته صغيره، بعد ما بتاخد لون كده حلو حاطه معاها فحمه صغيره ونيجي مغطيه عليها. بجد بتبقى حلوه خالص، جربيها بالطريقه دي هتعجبك باذن الله. نتمنى اخواتي اللي دخلوا القناه الجداد يتفاعلوا معايا، عايزه اللايك بتاعكم الحلو، واهلا وسهلا بكل اخت داخله قناه جديد. حطي لي اللايك، حطي لي الاشتراك بتاعك الحلو، عجبك محتوايا، وفعلي الكلمه الحمراء بالكل عشان كل ما ننزل حاجه توصلك باذن الله. كل يوم ان شاء الله ننزل فيديو يوصلك باذن الله. هنا بقى كانت خالتي دخلت المطبخ بتعملي الملوخيه الصعيده بتاعتنا بقى. فهي قاعده بتتكلم وبتضحك معايا وبتدعي لكم برضه، جو ربنا يفرحكم واولادكم وكده، بس شلت الصوت عشان كان في يعني دوشه والعيال والكلام ده. هنا الملوخيه الصعيدي بتعملها او بنعملوها عامه. هنا عامه يعني اهل الصعيد كلك ليهم طريقه فيها، اللي هي ايه، بصوا الملوخيه الناشفه بتنزل بيها الاول كده في الشوربه، بعد ما الشوربه بتغلي، وبعد كده تيجي مقلباها تقليبه حلوه، تكون اليمة التانية بقى هتعمل الطش. يعني هنا كده خلاص، بس ما بتسيبهاش بقى ان هي ايه على البوتاجاز، خلاص هي خدت تقليبه كده حلوه وتطفى عليه عشان ما تمررش، وتيجي داخله على الطشه بقى. هنا توم، بتكتر في التوم، توم وكزبره كتير، يعني توم كتير وحبه كزبره، يجي مثلا معلقه كزبره كده. كده خلاص هي جلبت هناك، وتبقى حاطه في الشوربه مكعب دجاج ومظبطاه، وتيجي حاطه بقى ايه الطش عليها. بجد الملوخيه طعمها حلو خالص. هي ملوخيه الصعيد معروفه، هم كلك بيعملوها زي بعض، لكن وجه بحر الملوخيه الخضراء عندنا احنا عند امي هناك، الملوخيه الخضراء. فادت كده الطشه بتاعت الملوخيه، بجد تسلم ايديها، كان طعمها حلو خالص. هتيجي بقى نازله بيها على الملوخيه وتقلبها تقليبه، هي كل ده طفي على الملوخيه اللي هي الملوخيه الاساسيه. معلش سامحوني، دور البرد بقى معايا مخليني ايه، فربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. وده احلى غدوه عايزه نقول لكم لما وخالتي ما بتكون هنا برضو، يعني روحها حلوه، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. وادي كان الغدا بتاعنا النهارده بقى كده برعايه خالتي. كنا عملنا فتة، وكانت معلش الفيديو جرى مني ازاي كده مش عارفة، بس كانت فتة وملوخية وفراخ، الفراخ كانت بجد تحفة. الفيديو ده كان قبلها بيوم، يعني الفيديو ده كان بتاع يوم الخميس، واللي التاني ده كان يوم الجمعة، فتكملته بقى، يعني كنت عايزة التكملة بتاعته، فقلت خلاص نحط ايه اللي خالتي صورته. دخلت ده كده يوم الخميس. يوم الخميس ده التنظيف بتاع بيتي، يعني تنظيف عميق من الاخر كده. الروتين يعني ان شاء الله كده يعجبكم ويكون خفيف عليكم. وده روتيني في الشقة عندي. نفضت السرير زي ما انتم شايفين، هنفرشه. ده لحاف فايبر، ده مش مفرش، ده لحاف فايبر، يعني بقى له عندي كام سنة بس محافظة عليه، تحس ان هو جديد. هنحط بقى فوق لي الدفاية ديت، عشان عندنا صعيد تلج تلج تلج. عايزة نقول لكم مفيش شتاء والجو برد موت هنا، سبحان الله. بنحط الدفاية من فوق بتدي منظر وبتدفي المكان برضه. ساعة ما بنحط ايدي في الشقة بنخلي، بصي طالما هننضف يبقى دولاب، هيبقى سرير، هيبقى تسريحة، يعني الأوضة ممكن انت عشان ترتبي حياتك وترتبي يومك، كل يوم تعملي أوضة مثلا وتكفليها وراك، تاخديها تنظيف عميق في الشتاء اللي احنا فيه ده، وبصي تكفليها وراك، ومثلا تبرفنيها بقى كده معطر جو الكلام ده. كل يوم تعملي حاجه هتلاقي الاوضه اتظبطت معاكي. عندك كام اوضه هتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي، صاله بقى، مطبخ، الكلام ده. كل يوم بتعملي حاجه وبتاخديها تنظيف عميق كده. كنت بنشيل الفرشه بقى، نفضتها، طلعتها البلكونه، هنكنس برضو البلكونه، هنسيجها برضو، نديها يعني ايه وش نظافه كده. بصوا كانت الشمس طالعه عندنا، بس الجو برد، مش الشمس اللي هي الصحيه تحسها كده، لا هي شمس تحسها اللي هي بتبقى ايه بغيامه البرد يعني.
فبس بتساعد يعني، الحمد لله احسن من جو الشتاء. الشتاء ما بتبقى كده الواحد ما بيعرفش اصلا يتحرك. بس دخلت بقى البلكونه، خدت السيوف دي. بصوا مش عارفه هو التراب ده بيجي منين اصلا، يعني على طول ايدي في الشقه، بس هو الدور الاخراني والدور الاولاني تلاقي التراب بيبقى جاري سرعه البرق عليه. فلميته بقى. هنمسح بقى البلكونه بعد كده. مش عارفه اللقطه بتاعت البلكونه ما جاتش، يلا الحمد لله. بس الفيديو ده في حاجات فعلا مقطعها كتير، فمش عارفه زغت مني ازاي اصلا. هنمسح بقى التسريحه. بنمسحها باريال، حبه اريال صغيرين في الميه، عشان الخشب لو جه عليه ميه كتير هتلاقوه باظ. انا يا دوبك بس بنمسح بنمسح اللي هي المرايه، لكن الخشب ده فين وفين لما بنمسحه، هو اصلا بيبقى نضيف عشان جاف الاوضه على طول، فهو اصلا بيبقى نضيف. بس هنجي كل ده ما خدش اي حاجه خالص. هنيجي بعد كده رصها. عايزه نقول لك انت بايدك تخلي بيتك شمعه ده. بصي زي ما بنقول لك كل يوم اعملي اوضه واقفلي، وبعد ما تخلصي رشي برفان مثلا، رشي معطر جو عشان الريحه تفضل، والدولاب بتاعك برضو برفانيه عشان الريحه تفضل فيه. يعني عارفه انت اللي هو هتلاقي كميه الروايح الجميله في الاوضه بتاعتك. اوضه اولادك ماشي، الصاله ماشي، الحته اللي انت بتخلصيها برفانيها وراكي. ما عندكيش برفان او الكلام ده، حطي بخور واقفلي باب الاوضه، بس خلي بالك عشان البخور برضو ما يقعش على سجاده، ما يقعش على حاجه. واقفلي بقى الاوضه وراكي او صاله، او شوفي على حسب ما بتعملي. كده كنت حطيت التسريحه، رصيتها كلها، حطيت بقى الحاجات عليها. وهنيجي بقى هنسيج الارضيه. بنقول لك تنظيف عميق، يبقى الاوضه كلها هنعملها تنظيف عميق. بس كده خلصت. خدت قد ايه؟ انا عايزه اقول لكم ما خدش نص ساعه. ساعه كنت مكمله الاوضه كلها بترتيب الدولاب وكده، بس ما حبيتش ان انا نكتر عليكم. كنت برضو مسحت هنا زي ما بنقول لكم، خدتها تنظيف عميق. مسحت بقى الكوميدينو هنا. خدت الارضيه بقى كنستها الاول كده برضو، نديها وش نظافه بصوا هي الميه دي حاطه فيها اريال تمام. بس الاخر بقى بنجي واخده حبه ملح في ركن الاوضه كده عشان نطلع لي الطاقه السلبيه. مهما تبقي جافلاها، مهما تبقي مثلا فاتحه جافله بقى زي ما انت متعوده في بيتك، او يعني على طول بفتح الشباك. بعد ما بنخلص بنجي بقى جافله كل ده ورايا، ونحط حبه الملح يحوش الطاقه السلبيه من المكان. وكده كنت ممسح بقى الارضيات. كنستها الاول، اديتها الاول كنسه حلوه كده، وبعد كده خدتها بقى بالخشه زي ما انتم شايفين. ما خدش اي حاجه خالص بس يعني في غمضه عين كنت مخلص. وبعد كده بقى نجي قافلاه خلاص، فاتحه المروحه عشان يعني تدي تهويه للمكان. عارفه كده تبقى انت عندك المكان صحي، صاله اوضه اي حاجه بتعمليها تلاقي المكان صحي. فاتحه الشبابيك، مفتحه المروحه. في البرد مش هياخد نص ساعه ولا هياخد ساعه معايا، ما انا كده كده هنقفلها ورايا تاني وهنظبطها. بس الحاجه ما تكون نظيفه العين بتيجي عليها حتى تحسي قاعده في ارتياح. كنت فاتحه برضو المروحه زي ما بقول لكم اهو، فاتحه الشباك بره. كده كنت خلصت بقى. هنخش هنقفل الشباك الاول. هندخل الفرش عشان نفرش الارضيه. زي ما انتم شايفين سيكتها ونضفتها، وده كنت منفضه بره. المشايات كنت منفضها بره. هنفرشها بقى في الارضيه، وبعد كده بقى نبرفن المكان معطر جو. بص عايزه نقول لك الله على الجميل، الله على الروايح الجميله. كفايه بس كده ان انت شايفه عينيكي قاعده في نظافه، عينيكي شايفه نظافه. عندك الكراكيب، بص ما تخليش اي كراكيب. بص اي كراكيب عندك في البيت بتجيب طاقه سلبيه على طول. اعرف هتبقى بعد الشر مشاكل، وهتلاقي كده تحس بروحك مخنوقه. لا لا، طلعي الكلام ده كله وخليكي دايما في الطاقه الايجابيه. حتى مش هتعملي كده، كفايه بس انت تفتحي شباكك الصبح تلاقي كده انتعاش. يعني تاخديك بس نص ساعه تهوي المكان، عشان المكان على طول ما يبقاش ريحته وحشه وكمكمه والكلام ده. كده بقى كنت خلصت. هنقفل الشباك او هنقفل البلكونه خلاص. سبتها لمواربه بس عشان النور تبقى الاوضه مش مظلمه. واديتها برضو زي ما انتم شايفين اهي. اديتها برضو تهويه تانية. يعني سبت كده الضلفه دي مفتوحه قبل ما نخلص برضو خالص، وبعد كده نقفل. هناخد بقى معطر الجو. جايبه معطر الجو ده روعه، هنبقى نقول لكم على اسمه باذن الله. بجد ريحته، عارفه انت البرفانات اللي هي الغاليه الحلوه دي، هو ريحته كده، ريحته جميله. بس كده خلصت الحمد لله. وسبت ضلفة الشباك مفتوحة، هو بس عشان الريحة ما تجيش في مناخيري. وسبت ضلفة الشباك مفتوحة عشان تدي تهوية للمكان طول النهار. وكده كانت الأوضة خلصتها، خليتها شمعة منورة.
بس كده وكده كانت روتين النهارده، يا رب يكون عجبكم. عايزه اللايكات بتاعتكم، عايزه كل اخت كده وصلت معايا لحد هنا تكتب لي رقم 1 يا مروه. وكده خلصت الحمد لله. يلا بقى لكل اخت بتقول ادعي لي يا مروه ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده، وده كان روتين النهارده. ايه رايكم بقى؟ يا رب تكوني خدتي الطاقه الايجابيه باذن الله. يلا كده الدعاء لكل اخت بقول ده في ام انس، ربنا يحفظ لها انس ويحفظ لها مريم يا رب، وتشوفهم في اعلى المراتب يا رب، وربنا يفرحك بشهيدهم يا رب، اللهم امين. ام انس من تونس. في ام الحبيب عبد السلام ومريم، ربنا يشفي لك الحبيب يا رب، ويفرحك بمريم ويفرحك باولادك يا رب، اللهم امين يا رب، ويرزقك الرزق الواسع المبارك. ام الحبيب من الجزائر. في ام احمد من السعوديه، ربنا يفرحك باولادك ويشفي لك ابنك يا رب، اللهم امين. في دينا من مصر، ربنا يرزقك يا دينا بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك يا رب، اللهم امين. في فله من الجزائر، ربنا يرزقك بابن الحلال انت كمان يا فله اللي يهنيك ويريح بالك، اللهم امين يا رب. في ام شهد، ربنا يشفيك يا رب لاولادك ويقومك لهم بالف مليون سلامه يا رب، اللهم امين. فرحك باولادك يا ام شهد، اللهم امين يا رب. ام هنا من مصر، ربنا يفرحك بهنا يا رب، اللهم امين يا رب. ام حماده من سوهاج، ربنا يفرحك باولادك يا ام حماده ويفرحك بحماده وباخواته يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في ام ركان، ربنا يفرحك باولادك ويهنيك ويسعدك يا رب، اللهم امين. ام ركان. ام محمد البحرين، ربنا يفرحك باولادك يا رب، اللهم امين. ام صلاح، ربنا يجعلك مباركه اينما كنت، اللهم امين يا رب. ام ايمن من العراق، ربنا من بغداد، ربنا يسعد روحك يا رب، اللهم امين. ساره من الجزائر، ربنا يهنيك ويسعدك يا ساره، اللهم امين. ام نور من الجزائر، ربنا يسعدك يا رب ويفرحك باولادك يا ام نور، اللهم امين يا رب. في ام نضال، ربنا يسعد روحك الحلوه يا رب ويجعلك مباركه اينما كنت، اللهم امين يا رب. دكتورتنا الجميله، ربنا يسعدك يا رب ويفرحك باولادك يا رب ويشفي لك والدتك، اللهم امين يا رب. نورا حسن، ربنا يشفي لك والدتك يا رب ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده. كل اخت ما قلتش اسمها تكتب لي في الكومنتات وانا تحت امرك، وربنا يسعد روحكم يا رب، اللهم امين. نسيبكم فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.